السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نجاة لاغورمود. لكثرة الطلبات على حلويات اللوز ارتأيت أنني ندير لكم هذه الحلوة اللي كتجي رائعة شكلا ومذاقا، وكنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وإن شاء الله دابا ندوزو المقادير الحلوة. العجينه كنحتاجو لها 400 غرام دقيق، 20 غرام سكر بيضه، معلقه كبيره ديال العسل، 2 معالق ديال الزيت كبار، و60 غرام ديال الزبده. كناخدو الدقيق تنديرو فيه حفيره، انا كنعجن فوق الرخامه. كندير 60 غرام ديال الزبده و2 معالق ديال الزيت، كنضيف ديك 20 غرام ديال السكر كلاصي، وكنبدا نصابلي في الخليط. يعني كنصابلي الزبده والزيت والسكر كلاصي مع الخليط ديال الدقيق. كنستعير برؤوس الاصابع بهذه الطريقه هذه، شويه تنخدم يديا بجوج، كنبدا ندير بهذه الطريقه نخدم، يعني نصابلي بهذه الطريقه. كنستمر حتى تولي العجينه مصابليه مزيان. من بعد كنضيف البيضه، وكنضيف المعلقه ديال العسل، وتنخلط الخليط كامل وانا كنصابلي، ما تنعجنش ما تندلكش، غير كنصابلي باش يتخلط. ملي كيتخلط لي الخليط كامل هنا، انا ملي كنبغي مثلا ندير اللون ماشي تنعجن العجينه عاد كندير اللون، لا، انا تندير بهذه الطريقه باش كنخدم باش يجيني ساهل. كنشد ملي كيتجمع لي الخليط كامل، كنقسم العجينه، ناخذ القياس اللي غنزيد فيه اللون، كنزيد فيه اللون. مثلا انا هذا زدت فيه الفيولي غيزان، وكنكملو بمزهر العامري، وعاد ندوز العجينه البيضاء ونكملها حتى هي بالمزهر العامري حتى تجن مزيان. الا كتبغى عجينه بيضاء كنكملها كلها بمزهر يعني العامري. هنا كنأكد لكم خذوا المزهر العامري من نوعيه ممتازه. كندلكوا العجينه، كنجمعوها وكنديروها كويرات صغار، وكنديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح. ناخذوا الكويرات من بعد ما ارتاحوا، كنطلقوا العجينه وكندوزوها في آلة ديال التوريق، كنتنيوها على 3 بهذه الطريقه هذه. ودائما ما نساوش الدقيق باش تقاد لينا العجينه وتجينا متساويه. ندوزوها في نفس النمره. من بعد غنستمروا حنا غاديين يعني نمره بنمره حتى ترقق لنا العجينه. غنحاولوا نديروها في يعني النمره اللي ما قبل الاخيره باش تجينا رقيقه. هنا كناخذوا اللوز، كناخذوا جوج بلاستيكات، كنديروا ما جوج بلاستيكات وكنطلقوه باش يجينا ساهل. كناخذوا العجينه وكنحطوها فوق اللوز من بعد ما طلقناش. هنا كنحكموا في السمك اللي بغينا، كنحيدوا الزوائد ديال اللوز، كنشدوا البلاستيكه وكنقلبوا نحيدوا الزوائد، نديروا العجينه ثاني من الجهه الاخرى. يعني من الجهه الاخرى كنديروا العجينه، نحيدوا اللي شوت، نديروا العجينه خاصها تكون عندنا مقاده. كناخذوا مول دائري وكنشدوا المدلك وكنطلقوا شويه. كناخذوا مول دائري يعني نار 40 النمره 40، وتنقطعوا يعني بالحاشيه اللي دايره سامبل. كنستمروا بنفس الطريقه. المول ديال الارابيسك هو من المولات الجداد، تنحطوه كنسونطريو في وسط فوق من اللوز ديالنا، وتنديروا المرشم، نعاودوا نرجعوا المرشم اللي قطعنا به ونضغطوا على المرشم مزيان. نحاولوا نضغطوا عليه مزيان باش تجينا الرشمه ديال الطابع في الحلوه اللوز ديالنا بهذه الطريقه هذه. انتبهوا ليا مزيان شي الحلوه كي كتجينا. غنعاودوا نفس العمليه، غنحطوا المول يعني نسونطريوه مزيان باش يجينا مقاد، ونعاود ثاني نديروا نفس المول، نعاود نرجعوه وثاني نفس العمليه، نضغطوا مزيان من جميع الجوانب باش تجينا متساويه. نبقاو معاه بشويه باش نخرجوا المول، نديروا الجوانب، نجروا الجوانب شويه باش تجي الحلوه على هذا الشكل هذه. بعد ما باتت الحلوه 24 ساعه ونشفات مزيان، لان حلوه اللوز خصها تنشف شويه، كندهنوا لها الجوانب ديالها بالبيض تاع البيض وندوزوها في الجنجلان البيض. وهنا ممكن ان ندوزوها حتى في الجنجلان الاحمر، كتجي رائعه.
كنستفوها في لاطا وكطيب على درجه الحراره 160 درجه، وخاصها ما تحمرش بزاف. ولا كان الفران عادي كنسخنوا الفران مزيان وكنقصوا البوطه وكنطيبوا الحلوه ديالنا. هنا كناخذوا نص قلعه ديال الكونفيتير ديليسيا يعني خاص بالحلويات، كنسخنوا فوق العافيه وكنزيدوا واحد المعلقه خارج العافيه، كنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال بيكتين، هي بحال غبره الجيلاتين كتجمد، وكنزيدوا اللون اللي بغينا. هنا كناخذوا الكورن ديال لاكورن ديال البابي سولفيريزي كنعمروه وكندوزو نزوقوا الحلوى بهذه الطريقه هذه. يعني كنتقبوا لي الرويس داخل، ما تقبوش بزاف باش يخرج لنا الكونفيتير يعني كتير. يعني نستمروا بهذه الطريقه هذه الزواق هكذا. نحاولوا ما نخرجوا الكونفيتور على الرشيمه، كنستمروا حتى كنكملوا الحلوه ديالنا كامله. ندير لكم واحده اخرى، يعني نوريكم واحده اخرى باش انكم يعني تتضح عندكم الرؤيه. انا راه مره كيتسد داك الرويس ديال الكورن. غنستمروا بنفس الطريقه تنكملوا الحلوه ديال. هو الشكل النهائي ديال حلوه الارابيسك اللي كتجي رائعه في شكل المضى، وكنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وبالنسبه لاي سؤال، يعني الناس اللي بغى يسولوا اي سؤال يعني في هذا الميدان، يعني خليوا لي كومونتير وانا ان شاء الله تحت الامر ديالهم. وانتظروا دائما الجديد ديال نجاة لا غورموند.